قاعد تسحر الناس كلها وناس اهل البيت. اصحى يا بابا، رمضان كريم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال. وزي ما انتم شايفين النهارده الفيديو ده ما بيجيش غير بالسنه للسنه. يعني مش هقول لكم بقى روتين يومي ولا حاجه، لا نسميه روتين سنوي. روتين سنوي ما بيجيش غير في رمضان بس. في دخلة رمضان. الفيديو ده انا عملته قبل كده مرة او اتنين، لا مرتين. فدي تاني سنة او تالت سنة نعمله. زي ما انتم شايفين. فالكيس ده انا عيناه بقاله كام قد ايه، بقاله سنه، من ايام من بعد رمضان اللي فات على طول. انا عينت الكيس ده. يعني بالنسبه لزينه رمضان السنه دي مشتريتش زينه السنه دي خالص، غير اللمبه اللي هي اللمبه ليزر او اللمبه الديسكو اللي بتدي الوان دي. بقيه الحاجات دي كلها اللي في الكيس او اللي انا هزين بها السنه دي كلها حاجات عندي من السنه اللي فاتت، مش من السنه اللي فاتت كمان، من قبلها بسنه. الفيديو اللي كنا عملناه مع بعض اللي هو عربية الفول دي. يعني عربية الفول دي تالت سنة ليها، وفي عربية بقالها حوالي 5 سنين أو 6، والعربية التانية دي بقالها 3 سنين. والفرن بتاع الكنافة ده، القطايف ده، الفرن ده بقاله 3 سنين بالظبط. هي دي اللمبة الجديدة اللي احنا شاريينها. بقية الحاجات دي كلها انا عندي من السنة اللي فاتت. حتى الطبلة بتاعت امير، الطبلة دي برضو كانت بتاعت السنة اللي فاتت، دي اللي احنا اشتريناها السنة اللي فاتت له. حتى السنة دي لسه ما اشترينالوش فنادي السنة دي، بس مش عارفة والله لسه هشتري ولا ما هشتريش. يعني زي ما قلت لكم الكيس ده كل الحاجات اللي فيه عندنا من قبل كده. يعني واقول لك والله من حوالي 5 سنين او 6. في حاجات بقالها 5 أو 6. يعني انا عندي عقد النور، عقد بقاله حوالي 4 سنين، وعقد بقاله 5، وما بجيبش غيرهم. يعني هما الاتنين بيبقوا حلوين. وباجي يوم اخر يوم في رمضان بروح لما كل الحاجات دي، وبروح مكيسها، والمفارش دي بشطفها، والحاجات اللي تنفع تتغسل بروح غسلاها، وبروح عينها بقى فين، حطها فوق الدولاب في اي ان انا عينها. وبطلعها بقى بكل سنة كده بروح مطلعها. فزي ما انتوا شايفين حتى الفانوس بتاع امير برضه بقاله كذا سنة. بقاله حوالي 3 سنين. او هو حتى لقيت البتاعة بتاعته اللي هي بتقعد تنور وبتقول وحوي يا وحوي، لقيتها واقعة، اللي هي الحجر واللمبة. فانا بحاول ان انا اعملها، بس ما عرفتش اعملها. فاحطها كده فيها لما ابقى افضلها كده، واشوف اذا كنت هعرف ولا ما هعرفش. لكن اللي الفانوس من بره كل اهو، شوفوا الحاجات امير بيطلع اهو، حاجات منكوشه اهي. شوفوا الفانوس ده. حتى لو رجعتوا للفيديوهات هتلاقوا الحاجات دي انا عاملاها من السنه اللي فاتت، واللي كنت حطاها السنه اللي فاتت واللي قبلها. ده مناديل بقى اهو، منديل اهو زي مش بطلعه. وزي ما قلت لكم اللي ينفع يتغسل بغسله. دي اللي في ايدي دي ده الفانوس بتاعه. ده اول فانوس جاله من وهو بيبي لسه. اول فانوس جبناه. فانا بقى الفانوس اللي اتكسر بحاول ان انا اصلحه. يعني منش عايزاه يبوظ، لان هو حلو كده ومن بره سليم، لكن هي اللمبه بس، اللمبه كانت بتشتغل. يعني حتى الفانوس القديم ده لسه اللمبه بتاعته بتشتغل، بس هو ما بيغنيش ولا حاجه، لكن اللمبه بتاعته بتشتغل. فهحاول كده ان انا اصلحه وهشوف. لكن فزي ما قلت لكم ان الحاجات دي بتعيش وبتقعد وبتبقى حلوه قوي وبتنفع كمان. يعني مثلا مش هقول لكم ان هي مسافه بقى ما رمضان يخلص او المناسبه تخلص نروح اللي يترمى واللي يتكسر. لا، احنا لو لمينا الحاجه وحافظنا عليها بتقعد سنه واتنين وتلاته و10 بدل احنا محافظين عليها. كل الحاجات دي بقى لسه كان لسه كيس المفارش. انا هقوم جايب كيس المفارش وهرجع تاني اهو، لان انا كنت زي ما قلت لكم الحاجات دي اللي تنفع تتغسل انا كنت سبتها في كيس وغسلتها لوحدها ورجعت رجعتها. امير بيطلع اهو كل المفارش بس اللي في الكيس ده اهي. ده اللي امير بيطلعها اهو. زي ما ده اللي عقد النور برضو كان متعان في كيس لوحده، والمفارش والفانوزه مفرش اهو. كل المفارش دي انا عاملاها على ايدي، ما اشتريتش منها اي مفرش. حتى الشراشيب والحاجات دي كلها بعملها برضو على ايدي.
بعملها بلزقها، يعني حتى ما بخيطهاش بلزقها بالشمع. فبتبقى والله بتبقى حلوة وجميلة والواحد بيبقى معتز بيها، يعني أنا عاملاهم على إيدي ومعتزية بيهم جدا. فالواحد لما بيبقى عامل حاجة على ايده بيبقى يحافظ عليها وكده. وطبعا الاسعار الايام ده انا ما نزلتش يعني اعرف الاسعار ايه الايام دي. انا ما اشتريتش غير اللمبه الليزر دي بس وخلاص، اللي هي اللمبه الديسكو وبس. فالاسعار يعني اكيد السنه دي غاليه عن السنه اللي فاتت كتير، اذا كان كل الحاجات زادت اضعاف مضاعفه. امير بقى يفضل ماسك الطاوله كده ويسحتها فهو وعايز يشتغل مسحراتي. زي ما انتم شايفين بقى انا هبدأ ألزق الحاجات، كل حاجة هلزقها في مكانها. الفانوس والهلال كل الحاجات دي. وانا بلزق برضو بالشمع، كل سنة بلزقه بالشمع، حتى حتة الشمعة بتاعتي صغيرة فملقتش الا هي، فهحاول ان انا الزق بيه. الفانوس برضو كان قاعد يقع مني لاني ما ثبتوش حلو، لسه عاوز اعمله بالشمع حلو، فكنا خلاص داخلين في اطار المغرب، فبحاول ان انا الزقه. وهبدا برضو اعلق النور كده اللي هو العقد النور، ان كنت لسه ما جربتوش، كنت خايفه لا يكون بايظ مني، لان اللي انا حطاه بره ده العقد القديم بقاله كذا سنه، يعني بقاله حوالي 5-6 سنين كده. لكن العقد اللي جوه فحتى تلاقوه مطرب شويه، لا هو الحمد لله كان اشتغل. انا كنت بجربه وخايفه لا يكون بايظ او في سلك اتقطع فيه او حاجه، لكن الحمد لله. حاجات بسيطة قوي وبس بتعمل فرحة. ودخلة رمضان دي بالذات يعني بتبقى فرحة اما الناس بتبدأ تعلق الفوانيس والزينة، فالفرحة بتبتدي من الزينة كده، مع ان لسه كذا كام يوم حوالي اسبوع بس. لا يعني رمضان داخل علينا، ربنا يجعله شهر خير وبركة يا رب. دي اللمبة اللي انا بقول لكم عليها، انا اشتريتها، انا كنت شاريها السنة اللي فاتت اتسرقت، كنت حاطاها في البلكونة فباين حد دخل واخدها، فراحت من نص رمضان السنة اللي فاتت. فجبت اللمبه دي، بتبقى حلوه برضو، بتدي النور الحلو ده، وبتبقى عامله جو كده يعني برضو مختلف عن بقيه السنه. ومش كل رمضان لشهر رمضان، لا ده هو يوم واحد بس، شهر واحد بس. والفرحه دي برضو يعني بتبقى موجوده كده ساعه اول رمضان، ان احنا نعلق الزينه دي بنحس بالاختلاف. فبنيجي بقى يوم اخر يوم في رمضان وبنلم كل الحاجات دي بتتلم عشان نفرش بقى للعيد ونجهز للعيد كده. ربنا يجعلها ايام مباركه وسعيده علينا يا رب وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين. شوفوا شكل الحاجات عامله ازاي، حتى العيال بتبقى فرحانه وتجديد وتغيير يعني. لا بتبقى حاجه حلوه. شوفوا اللمبه برضو عامله ازاي، يعني كان معايا حق ان انا اجيبها. شوفوا عامله جميله وعامله في البلكونه كلها. فنبدأ بقى ندخل بقى على جوه برضو، ان انا اعمل حبة حاجات جوه كده زي ما انتم شايفين. لزقت الهلال وعلقت عقد النور زي ما قلت لكم، انا عندي عقد النور اهو. لسه هركب الستاير طبعا وافرش الارضيه، بس قلت لا اما اعمل الاول لسه ما فرشتش الارضيات، لسه انا هعملها معاكم برضو، والستاير لسه هركب. بس انا قلت اعلق الزينه الاول كده ونحس بفرحه، بدل علقت بره قلت اعلق جوه كمان. والترابيزه دي برضه هحط عليها مفرش كده، واحط عليها عربيه الفول على المفرش، هنقلهم بقى على الترابيزه اللي في النص. عربيه الفول دي برضه من الحاجات الحلوه. شوفوا بره بتتباع بكام، والله الواحد عاملها في البيت. ادخلوا على الفيديو وعلى القناه، وسهله جدا جدا بحاجات سهله وبسيطه وما بتاخدش اي حاجه. أميرة برضه يحط الفانوس بتاعه، وهجيب الفانوس التاني احطه، وهسيبهم كده لما اظبط افرش بقيه الاوضه ونبدا يعني نحط برضه كل حبه حاجات في النص كده. لسه عندي عربيه فول لان هم 2 هحطهم تحت. دي بقى هفرش هنا برضه على الترابيزه بتاعه الصالون، مفرش اللي هو اهو بتاع الفنانين بقى. برضو مفرش رمضاني حلو، برضو قماشة حلوة، بس انا ما كانش عندي القماشات التانية، انا بحبها عندي، هو ده بس اللي انا عملته، فعملته مفرش برضو قديم بقاله كذا سنة، يعني ما هوش جديد، كل الحاجات دي قديم. شوفوا شكله عامل ازاي. واحط بقى عربية في الفرن بتاع القطايف، وهسيب كده لحد ما مفرش الارضية، وهوريكم بقى الحاجات. شوفوا شكلها عامل ازاي، جميلة وجو، لا عاملة جو، الحاجات دي عاملة جو. ده الفيديو بتاعنا النهارده. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وفي أحسن حال يا رب، وربنا يعيده علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد.